سعداء بوجود الفنانة ميساء مغربي معانا على شاشة نايل سينما التلفزيون المصري وفي مهرجان الجونة معانا. قولي لي أحلى لحظات المهرجان، وإحنا النهاردة في بداية بقى حفل الختام، أحلى اللحظات الخاصة في الدورة دي معاكي، سواء بقى بلقاء أشخاص وفنانين بتحبيهم، بفيلم جميل اتفرجتي عليه استمتعتي فعلا، بيست مومنت في الدورة دي. يعني الجونة كله بيست مومنتس عشان هو بيعمل ميكس بين الفيري ريلاكسين تشيل فايبس وبيعمل بالانس، عارفه، عشان عاده افلام المهرجانات دائما بتبقى تقيله، كونتنت بيبقى تقيل، بيبقى مبتذل للمشاعر، بتطلعي منها انت منهكه مشاعرا. هنا عشان الجو لطيف والناس حلوه والجونه حلوه مريحه، فبتلاقي نفسك not that stressed، يعني ما بتلاقيش بعد ما يخلص المهرجان في heaviness من كتر الحاجات اللي احنا بنشوفها. هنا في مخرجين كتير، في صناع افلام من كل الوطن العربي وفي منهم الاجانب. قولي لي، ما فيش حاجه كليكت او ما فيش مشروع كده يمكن نشوفه قريب؟ وانا عارفه ان انت نشيطه وما بتحبيش تستني الحاجه تيجي لغايه عندك، ممكن تبقي بتشاركي حتى بتانيشيت الايديا زي ما اتعودنا منك. صحيح، انا بشتغل دلوقتي على حاجات فما عنديش وقت ان انا اشتغل على حاجات تانية. I'm co-producing فيلم اجنبي عالمي بس عن شخصية عربية، فهو بيتعمل بالتالنتس اجانب، وان شاء الله في النسخة العربي هيبقى فيه اصوات فنانين عرب. بس yes I had chat مع producers وان شاء الله هيبقى في حاجات. الشخصيه بتاعتك هتبقى شخصيه مختلفه عمرك ما قدمتيها قبل كده، ولا مش هتبقي ممثله فيه فقط؟ انا لسه عامله فيلم بالفرنش، فيلم كندي فرنسي مغربي ناطق باللغه الفرنسيه عن تعايش الاديان الثلاثه بعيد عن كل التحزبات والاحزاب وعن تسييس الدين. فيعني دلوقتي واخده بريك شويه شهرين ثلاثه وبعدين هنكمل. احنا سعداء بوجودك معانا هنا في الجونة، ونفسنا في بروجكت مصري، فيلم مصري. ما فيش حاجة قريبا او حتى معروضة عليكي ورق بتفكري فيه؟ للاسف انا عندي شويه ظروف عائليه فما مش هينفع اشتغل لغايه بعد 4-5 شهور، يعني as an actress as ممثله، عشان عايز تفرغ وعايز سفر وعايز حتى في الخليج، يعني مش هيبقى صعب عليا دلوقتي. لا، waiting for you. سعداء بوجودك معانا على شاشة نايل سينما، والجمهور المصري والحقيقة بيحبك زي العربي وزي دلوقتي كمان العالمي كمان، في انتظار كل التجارب الجديدة الخاصة بيكي. وانا بحب جمهور مصر ودعمني في اول اطلاله من دور المفصلي، هو بيدعمني. ثانك يو سو ماتش. شكرا ليكي. سيني جونة فاندنج، ورقم احنا شايفينه غير مسبوق، جوائز ب 400,000 دولار بس على 21 مشروع، برضو مشاريع كتيرة، اعتقد حوالي 21 مشروع. يعني احمد، احنا سعداء بان يبقى عندنا الحقيقة ده الحراك الحقيقي للسينما، المشاريع والفاندنج للمشاريع. شايف المبلغ ازاي؟ في ناس كتير قالت يعني ده مبلغ قوي جدا السنة دي. هم مش حوالي، هم 21. انت مذاكره كويس كالعاده يا رباب، عارفه الارقام. هم 21 مشروع من 13 دوله عربيه، افلام وثائقيه وروائيه ومختلفه، يعني حتى افلام لسه بتبدا رحلتها وافلام قطعت شويه خطوات. انا فخور بالرقم، ان هو فعلا لم يسبق لاي مهرجان مصري انه وزع هذا الرقم. اكثر من 400,000، منهم 200,000 كاش للافلام، لدعم الافلام بشكل مباشر، و200,000 تانيين او اكتر شويه في صوره خدمات بوست برودكشن، في صوره دعوات للمشاركه في مهرجانات دوليه او منح لسفر وتدريب المخرجين وصناع الافلام. فاظن ان النتيجه ايجابيه جدا، واظن انه قرار لجنه التحكيم والرعاه بانهم يدوا الجوائز لكل المشروعات ده قرار ليه معنى. يعني مثلا السنه اللي فاتت كان عندنا مشروعين ما خدوش اي جوائز، السنه دي المزيج ده ان لجنه التحكيم بتقرر جوائز والرعاه بيقرروا جوائز، يتفقوا على ان كل مشروع فيه على الاقل شخص عجبه وقرر يديله جايزه. فكافئنا ان احنا تعبنا واخترنا المشروعات دي ما بين اكتر من 230 مشروع، وان شاء الله نشوف الافلام دي تخرج للنور قريب. احنا السنه دي طول الوقت كنا كل شويه يجي لنا اخبار سعيده، فيلم كان خارج من عندنا راح برلين، راح كان، كسب كذا كسب كذا. فيعني رهنا ان خلال السنه الجايه والسنين الجايه، لان لسه في مشروعات مش هتخلص السنه الجايه لسه في التطوير، نسمع الاخبار دي باستمرار. لا ان شاء الله. وخلينا نقول هم 400,000 دولار صحيح، لكن قدروا ان هم يجيبوهم من رعاة كتير كانوا موجودين، لستة الرعاة اللي بتقدم الجوائز دي، واعتقد ده من اعلى الارقام اللي انا شفتها اعتقد في الفاندنجز حتى في الحاجات الخليجيه. الحقيقه الرقم ده محترم قوي، فكل امنيات بالتوفيق وسعيده، وان شاء الله السنه الجايه شوقي باذن الله في رقم اعلى واعلى.
انتوا بتزايدوا عليا كلكم. عمرو منسي بيقول لي كل شويه لازم نزود الارقام، وانا مش مايكل فيليبس يعني مش بعرف اكسر الارقام القياسيه. بس لا، هو اللي لازم نقوله في ده انه احنا ما فيش اي شركه او جهه حاولنا نتواصل معاها وقالوا لنا لا. كل الناس مهتمين يكونوا موجودين في الجونه، وده نجاح لفريق المهرجان اللي بداوا من الدوره الاولى اللي انا ما كنتش فيه، انهم يعملوا براند قوي جدا وليه تاثير وليه قيمه وليه ثقل. فمش كل الناس طبعا في الاخر وصلنا لاتفاقات معاهم، في ناس ما عندهمش المبالغ الكافيه ان يكونوا موجودين في الجونه، في ناس الظروف ما سمحتش، بس في النهايه ما فيش شخص قلنا له احنا عايزينك تبقى راعي معانا وقال لنا مش مهتم. كل الناس مهتمين، وده نجاح كبير للبراند. الف مبروك، وجوائز كانت جميله، وحفل كل الناس مبسوطه، وشاب جدا، وكله الحقيقه انرجي وبوزيتيف انرجي. دايما ببارك لك يا احمد، والمهرجان نتقابل. شكرا يا بابا.